يرشدنا الله تعالى إلى أسلوب قرآني فريد في الدلالة على الشيء وفي اتباع من يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير، ويحذرنا سبحانه وتعالى بالمقابل من اتباع كل صاحب هوى. يقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك عندما تسمع المشاهير يتحدثون، عندما تسمع المعروفين يتكلمون، فليس بالضرورة أن كل ما يقولونه عليك أن تسمعه وأن تصدقه وأن تنفذه، وإنما عليك أن تسمع من تثق بدينه أولاً، ثم بعد ذلك تتبعه إن كان يناسبك ذلك. أما أنك تسمع إنسان لم يهدي الله قلبه أصلاً فليس لهذا أي اعتبار فيما يتعلق بأمور الدين، والله تعالى أعلم.